هاي، معكم يوسف. اليوم غادي نوريك شنو خاصك دير باش تحصل على 3000 دولار حتى 5000 دولار بسرعه الايجنسي ديالك. معظم الناس حاليا كيبغيو يبداو بيزنسز اونلاين وما تعرفوش شنو هي الخطوه اللي خصهم يديروا ولا شنو من الخطوات اللي خصهم يديروا بحال باش انهم بسرعه يقدروا يحصلوا على مبالغ ما بين 3000 حتى 5000 دولار في الهاي تيكت اوفرز. باش نشارك معاك كيفاش تقدر دير هذا المبلغ بسرعه وانك تحصل عليه في البنك اكاونت ديالك ولا الايجنسي ديالك، فاول حاجه غادي نبغي نبارطاجي معاك او نشاركها معاك هما الثلاثه ديال القواعد اللي كنآمن بهم وبديت بهم، هما اللي خلاوني نغير من راسي منه شخص كيبيع خدمات ب 500 الف دولار لشخص انه كيقدر يبيع خدمات بالمينيموم 3000 دولار حتى 5000 دولار. القاعده الاولى: ما تحتاجه موجود في كل مكان. اي حاجه خاصك فهي كاينه في اي بلاصه في العالم فيما كنتي. الحاجه الوحيده اللي كتبدل هي النظارات اللي كتشوف بهم الحياه او انك كتشوف بها الاشياء اللي انت باغي تشوف بها. فاذا انا نعطيك على سبيل المثال، الا كانت واحد السياره عجباك وفعلا انت باغي تشريها، فالطريقه الوحيده باش انك تقدر تشريها فعلا، فاول حاجه الا ركزتي معها فغادي تبقى تبان لك في اي بلاصه كتمشي ليها. كما عطيتك على سبيل المثال سياره، وفي نفس الوقت تقدر انك الا ما كنتش مركز معها ما تقدرش تبان لك كاع وما تشوفهاش، وفعلا انها ما تبقاش تبان لك كاع واش كاين على ارض الوجود. القاعده الثانيه كتقول بلي انت المتحكم الوحيد في تدفق الاموال ديالك، وهنا كنقدروا نقصدوا بالاموال هي غادي تدخلك او غادي تخرج من البنك اكاونت ديالك. فالحياه هي فرص، يعني انت فين كتحط نفسك باش انك تستغل الفرص، سواء ان الاموال تدفق للبنك اكاونت ديالك او ان الاموال غادي تخرج من البنك اكاونت ديالك. القاعده الثالثه كتقول ان المال هو مستويات، وانت هو الوحيد وكنعاودها 3 ديال المرات حيت انت الوحيد القادر على تحديد المستوى اللي غادي تبغي تاخذ فيه الاموال. كاين ناس اللي كتبيع نفس السيرفيسز اللي كنبيع انايا وكيبيعوهم بقل بزاف، وكاين ناس كيبيعوا نفس السيرفيسز اللي كنبيعوهم انايا ولكن كيبيعوهم بكثر بزاف. هاد المال المستويات كنقصدوا بهم في نفس الوقت شنو هما الامور اللي كدير باش ان الاموال تبقى تدفق لك، شنو هما الحوايج اللي كتعملهم از انبوتس اللي كيخليو ان الاموال شيء كيدخل البنك اكاونت ديالك على المستوى انت اللي قادر انك توفره الان. فانا كنهضر على المستوى، كنهضر على النوليدج اللي غادي تكون عندك باش انك تقدر تدخل هذا النوع ديال الاموال، كنهضر على الجهود اللي كديرها، وفي نفس الوقت كنهضر على الانرجي اللي كتكون عندك في نفس الوقت باش انك تقدر تدخل هذا النوع ديال الاموال. وهنايا فاش كنقول الاموال ولا المال وما كنحددش، حيت انت الوحيد اللي قادر انك تحدد لنفسك شنو هو المستوى المال اللي باغي تلعب فيه او شنو هو المستوى ديال المال اللي بغيتي تكون فيه. فعلى سبيل المثال انا المستوى الحالي اللي انا فيه اللي هو 200 الف دولار في الشهر. تقدر انت تشوف المستويات اللي غادي تبغي انت تلعب فيهم ولا تحققهم كل شهر. وهنايا كنقول للاعب حيت فعلا الا رديتي المال على شكل جيميفيكيشن، يعني واحد اللعبه كتلعبها بمستويات، ففعلا انت غادي تولي قادر انك هاد الحاجه ديرها كل نهار بلا ما تحس بها فعلا عمل. وهنا من بعد ما سالينا القواعد، فانا بغيت نعطيك واحد الحاجه خصك تعرفها كمعلومه وجد مهمه، ان اكبر الارباح في عالم الأعمال تأتي ولا كتجي من تقديم الخدمات. إلا كنتي فعلا باغي بزنس اللي فيه عائد الأرباح كيكون كبير، فكتلقاه هو الأغلبية ديال الناس 90% ديال الأشخاص كيتوجهوا فعلا لعالم الخدمات، حيت هو سهل في أنك تبدأ أو أنك تبنيه كمشروع، وفي نفس الوقت فيه هامش الربح ولا الأرباح كبيره. نقدر نعطيك هنايا اول حاجه اللي مهمه بزاف، هو انه 79% من الاقتصاد الامريكي مبني فقط على الخدمات. هنا غادي نقدر نوضح لك فقط ما هي اهميه الخدمات وما هي كثره الفرص في مجال الخدمات. هنا على سبيل المثال غادي نقول لك حتى انايا علاش اختاريت مجال الخدمات وفعلا في الهاي تيكت اوفرز، بحيث انني كنساعد كوتشز اونلاين انهم فعلا يحققوا مبالغ كبيره من البيزنسز ديالهم. حيت فعلا اول حاجه كنحتاج نتصل غير ب3 حتى ل5 ديال العملاء في اليوم، وما كنحتاجش نبيع 100 منتج، عندي غير منتج واحد اللي كنقدر نبيعو لهم كاملين وكيعاونهم فعلا يحققوا نتائج مزيانه. وهنا على سبيل المثال خليت لك الفيديو ديالي في يوتيوب اللي كنت حطيتها قبل، حيث انني وضحت فعلا بتجربه حقيقيه كيفاش نقدر نتصل بعملاء وفي العميل التالي يقدر يجاوبني، وقدرت فعلا انني نتخلص منه مبلغ ديال 1500 دولار لخدمه واحده اللي كنت كنقدمها داك الساعات. وكان فعلا هذاك تحدي لمده 30 يوم، بحيث انني قدرت نوضح للناس انه في مده 30 يوم فقط بانترنت وكرسي وحاسوب يقدروا فعلا يوصلوا لمبلغ 10000 دولار في الشهر الواحد. دابا غادي نطلب منك التركيز، غادي نبغي نقول لك الا كان هادشي مهم عندك بزاف فراه واجب عليك التركيز باش اني نقدر نشرح لك فعلا شنو كيقدر يدخل لي ما بين 3000 حتى 5000 دولار باسرع وتيره ممكنه للبنك اكاونت ولا الايجنسي ديالي اللي هي الوكاله ديالي.
اول حاجه غادي نشرح لك شنو هي لا فورمول، ولا ما هي الفورمولا ديال الهاي تيكت اوفرز حاليا اللي هي دابا. الفورمولا ديال الهاي تيكت اوفرز دابا هي هادي. كنبداو اول حاجه اللي مهمه بزاف اللي هي الاويرنس. رايت، غادي ناخذ اللون الاحمر على سبيل المثال بحال باش نقدر انني نوضح لكم به. دونك اوكي، هادشي جميل. دونك الهاي تيكت فورمولا هي واحد لا فورمول كتكون من 8 ديال المراحل. 8 ديال المراحل الا طبقتيهم فانت الان ولا في يوم واحد ولا الماكسيموم اسبوع قادر على انك تجيب المينيموم 1 كلاينت اللي يخلص لك $3000 على السيرفيس ديالك. كتبدا بالاويرنس. الاويرنس هو اننا كنوعيو الناس بداكشي اللي كنديرو او بالخدمات اللي كنقدروا نقدموها. كنمروا بها الستيب الثانيه اللي هي ترافيك هما الزوار اللي كيقدروا يزوروا المكان اللي حنايا كنقدروا نقدموا فيه المشروع ديالنا او الخدمه ديالنا. كندوزو للحاجه الثالثه اللي هما الزبناء المحتملين ليدز. كنمروا للمرحله اللي من موراها اللي هي الابوينتمنتس، وهنايا فين الناس اللي هما الزبناء المحتملين كيقدروا انهم ياخذوا معنا موعد حيث اننا نقدروا نديروا معاهم واحد الكول اللي كنوضحوا لهم فيها الخدمه ديالنا وكنشوفوا واش نقدروا فعلا اننا نعاونوهم. من موراها ما كيبوكي بالكول. فاش كتجي المرحله ولا الوقت اللي فيه خاصهم يكونوا معنا في الكول كدوزوا للشواب. فاش كيحضروا الكول اللي كنكونوا درنا معاهم فهذه هي الاتاب، المرحله اللي خصنا ندوزو من موراها الكلوزين، بحيث اننا كنشرحوا لهم بحيث اننا في المرحله ديال الشواب كنشرحوا لهم الخدمه ديالنا وكنتعرفوا عليهم اكثر. وفاش كنلقاو بلي اننا رحنا مناسبين لبعضياتنا كمقدم خدمه وكزبون محتمل، فحنايا كنقدموا لهم الخدمه ديالنا والثمن ديالها وكنكلوزيهم، بمعنى اننا كنشوفوا واش هما ناس ناويين الان ياخذوا الخطوه باش انهم يقدروا يبدلوا ولا ترانسفورمي البيزنس ديالهم بالخدمه اللي كنقدموا لهم حنايا. من موراها كدوز البرتشيز، ايت انهم استعدوا فعلا وراهم مستعدين يخلصوا وكيقوموا انهم يدوزوا الترانزاكشن ديالهم. من مورا البرتشيز كنعاودوا العمليه ولا عاودناها، فاحنا ما كندخلوش فقط 3000 او 5000 دولار مره واحده، فانا نقدروا ندخلوا 3000 و 5000 دولار مرات عديده، كيبقى غير على حساب الكوميتمنت اند الكونسيستنسي ديالنا حنايا كمقدمين للخدمه لهذوك الناس. من بعد ما انني شرحت هاد الفورمولا هادي، طبيعه الحال هي ما واضحاش ليك جدا دابا. باش تكون الفورمولا واضحه لك اكثر فانا الحاجه اللي غادي ندير دابا غندوزو بشرح بسيط لكل مفرد، ومن بعد غادي نعطيو مثال على ارض الواقع. الاورنس هو ضروري من الناس انهم يعرفوا شنو هي القيمه اللي كتقدم. باش دير الاورنس كاين بزاف ديال الطرق، منهم مثلا هو انك تلوح الكونتنت وانك تشارك المعلومات على مواقع التواصل الاجتماعي اللي كتخلي الناس انها تثق فيك وتعرف بلي انك فعلا كتقدم معلومه اللي قادره تعاونهم. او نقدروا نقولوا بلي انك كتقوم بالادفرتايزين على السوشيال ميديا بلاتفورمز او جوجل، او انك كتشارك معلومات على الفورums فين ان الناس كتقدر تتابعك وتشوف اكثر المعلومات اللي كتقدم او الكونتنت اللي كتقدم نتايا، باش انها كتولي مور اوير او انها كتعرف اكثر عليك انت كشخص اللي كيقدم لنا داك المعلومات. من موراها هادوك الناس اللي كيكونوا aware of what you're doing، اللي كيكونوا هما دابا واعيين بشنو كتقدم نتايا كخدمه، خاص ضروري انهم يتحولوا من ناس aware للترافيك، يعني ناس كمثال متابعين ديالك على مواقع التواصل الاجتماعي، او ناس يمشيو لواحد صفحه الهبوط او لاندين بيج اللي انت مقدمها ويكونوا ترافيك ليها. ونقدروا نسميوهم انهم دازوا من مرحله اويرنس الترافيك لانهم مشاو للمنطقه ولا المكان اللي بغيتيهم انت يكونوا فيه، مثلا لاندين بيج. من بعد ما انهم كيمشيو للموقع ديالك او اللاندين بيج ديالك او المكان اللي بغيتيهم انت يكونوا فيه، فهم طبيعه الحال خصهم يتحولوا من ترافيك للليدز. يعني انك كتقوم بفلتره داك الناس اللي هما فعلا اوير، اللي هما فعلا انهم كيعرفوك غير شنو كتقدم، وانهم ولاو ترافيك، الناس اللي كيقدروا انهم يطالعوا على القيمه المضافه اللي كتقدر تعطيهم، وكيتحولوا لليدز اي انهم زبناء محتملين كيشوفوا راسهم انهم ناس يقدروا يستافدوا من الخدمه اللي كتقدمها نتايا وتعاونهم يحلوا المشاكل كمثال اللي عندهم في البيزنس. يعني هادو هما الليدز. هاد الليدز هادو باش اننا نقدروا نحولوهم لزبناء فعليا فعليهم انهم يبوكيو واحد الابوينتمنت. علاش كندوزو من هاد المرحله وما كندوزوش لمرحله الشراء مباشره؟ حيتاش في الهاي تيكت اوفرز كيكونوا جوج الاشياء مهمين بزاف. الشيء الاول هو انه المبلغ المقدم مقابل الخدمه المقدمه تيكون عالي، وهنايا كيخلي الناس انها تفكر اكثر
فانها واش تقوم بهذا الاستثمار معاك في الخدمه ديالك ولا لا. يعني باش انك تقدر تجاوبها على الاسئله ديالها وانها تشوف راسها واش انت قادر تعاونها اكثر، فمن الضروري انك دير مع ابوينتمنتس حيت كيشوف المبلغ المقدم مهم بالنسبه ليه. الحاجه الثانيه واللي بالنسبه لك انت كمقدم خدمه مهمه بزاف، واش نتايا قادر انك تعطي واحد الاضافه لذاك البيزنس والخدمه ديالك، او واش انك قادر انك تحل المشاكل لذاك البيزنس والخدمه ديالك. لانه في هذا الابوينتمنت كيكونوا بعض الاسئله مطروحه من طرف الزبون اللي كنتايا او الزبون المحتمل اللي كنتايا، وكيكونوا اسئله مطروحه من طرفك نتايا للزبون المحتمل بحال باش تقدر تعرف عليه اكثر وعلى البيزنس ديالو. اللي من موراها هي الشواب. هاد الشواب ندير له واحد الاطار حيت ظهور العميل المحتمل في المكالمه بالنسبه لينا شيء مهم وبزاف، اللي كيبين على ان الخطوات اللي درتي قبل كامله هي خطوات ناجحه اوتوماتيكيا. بعد ما كيدير العميل المحتمل الظهور في الكول، فهنا يعني بانك قمتي بانك توجه التارجت اودينس ديالك، عرفتي كيفاش تهضر معاهم، وفعلا عرفتي تا نتايا شنو هو المشكل اللي عندهم وكيفاش انك تقدر تبروبوزي عليهم واحد لا سوليوشن اللي تقدر فعلا انها تعاونهم از ا سيرفيس. دونك الشواب هو الفتره فين ان العميل ديالك كيظهر في التوقيت اللي هو فعلا قدر انه يبوكي معك فيه ابوينتمنت. فهاد الشواب هذا ديالو كدير مع كول كيكون الهدف منه انك تعرف على البيزنس اكثر وتعرف واش انك قادر تعاونو، وفعلا هو يتعرف على الخدمه ديالك اكثر وكيتعرف على الاوفر ديالك اكثر وكيشوف واش انه اوفر مزيانه ليه ولا لا. وهنا صراحه الشخص الوحيد المسؤول على هذا الكول هذا كيكون نتايا، لا من ناحيه كيفاش كيتوجه المكالمه، يعني شكون غيطرح الاسئله اكثر، شحال التوقيت ديالها، شكون غيسول الاول، شكون غيسول الثاني، انت الوحيد المسؤول على هذه العمليه. من مورا هذه العمليه هذه، من بعد ما كيتعرف هو على البيزنس ديالك اكثر ولا الخدمه ديالك وانت كتعرف البيزنس ديالو اكثر وكتقول بلي انك فعلا قادر تعاونو، كندوزو لمرحله الكلوزين. الكلوزين هو فاش كتبغي تحول الزبون المحتمل الى زبون حقيقي، يعني كيخلصك فعلا على الخدمه ديالك. وباش تقوم بهذه العمليه هذه فهي كتكون واحد المجموعه ديال الاسئله اللي كتخليك انك تعرف واش هذا الزبون هذا فعلا انه قادر انه ياخذ الخطوه الان باش انه يقوم بحل المشاكل اللي عنده في البيزنس ديالو ولا لا. وفيها صراحه بعد مرات كنعرف واش مازال عنده شي اسئله اخرى او انه عنده شي شكوك اخرى اللي ما غتخليش انه فعلا يبدا معانا، وكنجاوبوا عليها باش اننا كنقدروا ندوزوا للمرحله اللي من موراها اللي هي المرحله ديال البيرتشيز، اللي هي مرحله الشراء. هنا اللي كنصحكم وانه مرحله الشراء انها تكون موست الكول. علاش؟ حيث ان الناس كتكون مازال عندها الايموشن ولا تريجر ايموشن نحو السيرفيس ديالك اللي كيخليها انها تحس فعلا انك قادر تحل لها المشاكل ديالها. وباش تقوم بهذه العمليه بسرعه من طبيعه الحال غيخص يكون عندك بيمنت جيت واي اللي كيسهل عليك هذه العمليه بكل سهوله وبكل سرعه انك ديرها باش انك تعاون داك الناس يديروا البيرتشيز ديالهم بكل سرعه داك الساعات غير بالكريديت كارد ديالهم. والتيب اللي نقدر نعطيك باش انك تقدر تقوم بهذه العمليه بكل سرعه هو انك حاول تعطيهم ديسكاونت موصل الكول الى قاموا بشراء داك الساعات. وهاد المساله هذه غادي تطلع لك من الكونفرجن ريت ديالك، اي ان الاغلبيه ديال الزبناء المحتملين غادي يتحولوا فعلا الزبناء بطريقه اكبر واسرع. ومن موراها كدوز اخر مرحله واللي خصك ديرها وتكون عندك صراحه كعقليه ضروري منها اللي هي repeat ديال هاد البروسيس as consistency من عندك. يعني خاصك تكون كونسيستنت في هذا البروسيس هذا، وخاصك تكون شخص اللي كيشوف بلي هذه العمليه ما خصنيش نديرها مره واحده في الشهر او مرتين او ثلاثه المرات في الشهر، هي عمليه خصني نبقى نديرها كل مره في الاسبوع ولا كل مره في النهار ديالي باش نجيب مور كلاينت وندخل اكثر ديال الفلوس وني نوصل للمبالغ اللي تكون كبيره، ثاني نتنافس في ليفلز كبار مع الايجنسيز، وثاني يكون عندي سيرفيس اللي محترم وبزاف ديال الناس محتاجينه. من بعد ما تعرفنا على الفورمولا اللي تقدر تخليك فعلا انك تجيب هاي تيكت كلاينتس فور يور هاي تيكت سيرفيسز، هنا غادي نهضر لك على امور اللي هما بيلرز او اساسيات خص يكونوا عندك ضروري انت كصاحب وكاله باش انك فعلا تقدر تلاندي هاي تيكت كلاينتس. واول مرحله واول بيلر خص يكون في بالك وما خصكش تفوتو هو انك خصك تحدد الخدمات ذات القيمه العاليه. هنا ما كنقصدش بنوع الخدمه، ما كنقصدش انك خصك دير هذه الخدمه او هذه الخدمه، ولكن اللي كنقصد فعلا هو انه الخدمه ديالك خص تكون القيمه ديالها كبيره عند صاحب المشروع. وهنايا قلت لك باللي راه ما كايناش خدمه عندها قيمه كبر من تقديم حل سريع وفعال للمشكله عاجله ومهمه. اغلبيه ديال الناس ناو عندهم سيرفيسز، ولكن يا انه كيكون حل
سريع وفعال، ولكن ماشي المشكلة عاجلة أو مهمة، أو أنه كيكون حل بطيء وماشي فعال واحد المشكلة غير عاجلة ولكن مهمة، أو أنه كيكون حل سريع وفعال المشكلة عاجلة ولكن ماشي مهمة. وهنا باش أنك تفهمني أكثر غادي نقدر نعطيك واحد الجراف اللي كنستعملوه حنايا كاملين كاصحاب مشاريع، واللي خصك انت تكون كتستعملو انت كصاحب وكالة باش انك تعرف واش هاد الحلول مهمة وعاجلة عند صاحب مشروع اللي هو هذا تقدر انك تستعملو. وهذا الجراف هذا كنقدروا نلقاو فيه 4 ديال لي روبريك ولا 4 ديال السيكشنز فيهم كنقدروا نقولوا واش هاد الحل اللي انت جبتيه غيبغيوهم عندك اصحاب المشاريع ولا لا. الحل ديالك بحال باش انه فعلا يكون عنده قيمه فخصو يكون سريع فعال عاجل ومهم. الا ما كانش عاجل ومهم فراه ما غياخذوش من عندك الناس، واللي خداه عندك يكون اكيد فانه ما كيحسش فريمون بالقيمه المضافه اللي راك انت كتعطيه فيها. داكور. دونك المهم في الامر هو انه ماشي انه ما يكونش urgent وماشي يكونش important وماشي يكون مثلا very important ولكن ماشي urgent، ولكن ماشي يكون not important وماشي urgent، خصو يكون urgent و important. داكور. هنا غادي نعطيك على سبيل المثال في الحياه الواقعيه مشاريع اللي الناس كتجي تقدم لهم واحد سيرفيسز اللي اصحاب الوكالات كيمشيو يقدموا لهم واحد سيرفيسز، ولكن داك سيرفيسز ما خدامينش ليهم. وهنا على سبيل المثال غادي نعطيك مثلا مشروع ديال مقهى كيمشي عنده شخص كيقول له انا غادي نقدر نصايب لك موقع خطير واعر احسن ديزاين ومنه غادي نجيبوا لك عملاء. في نظرك انه صاحب المشروع اللي هو عنده مقهى مثلا غادي يجيب عملاء عن طريق ويب سايت اسرع بانه ما يقدر يجيب عملاء عن طريق انه يفعل الادز او انه يصيب كونتنت. دونك بالنسبه لصاحب مقهى او مشروع فانه ويب سايت يكون عنده اتس فيري امبورطنت ولكن ماشي urgent. دونك فاش طحنا في هذا الكيس هادي فصاحب المشروع اوتوماتيكلي ما غاديش يبغي يدير معاك انفستمنت الا جبتي في هذا الكيس هادي، او انك مثلا قلتي له غادي نمشيو نخدموا مثلا على جوجل ادز جوجل ادز ولا جوجل مابس ولا جوجل ماي بيزنس اتس urgent and important، يقدر يجيب لي كلاينتس غدا واليوم وبعدو الى قلبوا الناس في جوجل. دونك هاد القضيه هذه مهمه و urgent و important تحتاج الناس بزاف كيقلبوا في جوجل، ولكن باش انني نقدر نطلع الويب سايت في الاي سي او غيحتاج لي بزاف ديال الوقت. كمثال يعني الخدمه اللي غادي تقدمها خص ضروري تكون عاجله ومهمه. الخدمه اللي كتقدمها خص يكون ضروري الحل اللي كتقدمه كخدمه يكون عاجل وكيحل المشكل عاجل ومهم، ومن الأحسن يكون فعال وسريع. الحاجة اللي غادي نهضروا عليها من بعد وهي توليد العملاء المحتملين بفعالية. أغلبية ديال أصحاب الوكالات ما كيعرفوش يولدوا عملاء محتملين بفعالية، لا بالنسبة للوكالة ديالهم لا بالنسبة لأصحاب المشاريع اللي كيخدموا معاهم. وهذا من أكبر المشاكل اللي كيعانيوا منهم الناس، حيث أنهم يقدروا يولدوا عملاء ولكن ماشي محتملين. يقدروا يولدوا عملاء اللي غيقدروا يجيبوا لك غير صداع، يقدروا يولدوا عملاء اللي اصلا ما عمرهم يقدروا يخدموا معاكم في المشروع. وهنا غنبغي نسولك واش عارف مع من كتكلم؟ واش عارف مع من كتكلم؟ انا حاليا كنتكلم معاك نتايا، حيت نتايا شخص اللي مهتم بانشاء وكاله اللي كتدخل 3000 حتى 5000 دولار من عميل واحد. نتايا حيت مهتم بانك تصيب وكاله اللي تقدر تجيب لك عميل واحد اللي يقدر يخلصك من بين 3000 حتى 5000 دولار. انا كنتكلم معاك نتايا حيت انت مهتم بانشاء وكاله اللي كتصيب هاي تيكت اوفرز. انا كنتكلم معاك نتايا الان حيت نتايا مهتم بانك تجيب في اسرع وقت ممكن ما بين 3000 حتى 5000 دولار الوكاله ديالك. ولكن السؤال المطروح هنايا، انت كصاحب وكاله كتقدم خدمه، واش راك عارف بصح مع من كتكلم؟ واش عارف مع من كتكلم؟ يعني شنو الزبون المحتمل ديالك كيدير؟ كيفاش كيقضي الاسبوع ديالو؟ شنو كيدير خارج الخدمه ديالو؟ فين كياخذ الاخبار ديالو؟ شحال كيربح ولا شحال كيربحوا الزبناء المحتملين ديالك؟ كيفاش كيشعروا بخصوص خدمتهم؟ الاحساس ديالهم ليها كتعجبهم ما كتعجبهمش؟ كيبغيو يقضيو فيها معظم الوقت ديالهم ولا لا؟ شنو هو القلق ديالهم في الحياه ولا شنو هي القلق ديالهم في الحياه؟ شنو هي الجوانب في حياتهم ولا شخصيتهم اللي كتاثر على كيفاش تسوق سورتو الخدمه ديالك نتايا؟ الا كنتي كتعرف هاد المعلومات او كثر ديال المعلومات اللي خصك تعرفهم على الزبون المعتمد ديالك فراه انت كتعرف مع من كتحدث. الا ما كنتيش كتعرف هاد المعلومات فراك كترون، فراك الان كتبني اكبر خدمه فاشله في العالم، حيت فعلا راك ما عارفش مع من كتكلم. ولا ما كنتيش عارف مع من كتكلم فانا فعلا كنقول لك كتبني في افشل خدمه في العالم. ولا نقول لك خصك تعرف شنو هي الصوره المثاليه ديال الزبون ديالك. الصوره المثاليه ديال الزبون ديالك خصها تكون عندك في دماغك.
تتكون عندك في العقل ديالك. تقدر نقول لك الزبون ديالك المثالي شكون هو؟ تقول لي ها كيفاش كيفكر، ها شنو كيلبس، ها فين كيقضي معظم الاوقات ديالو، طريقه باش كيفكر، شحال ديال الفلوس عنده، والى غيره من التفاصيل اللي خصها تكون فعلا عندك وكتعرف على الزبون المثالي ديالك. باش انك تقدر تحدد الزبون المثالي ديالك غادي نخلي لك واحد الدوك فايل اللي سميتو كلاينت افاتار، اللي باللغه الانجليزيه تقدر تترجمو، تقدر تطلع عليه، تقدر تقراه نتايا، تقدر تجاوب على داك الاسئله، ولا قدرتي تجاوب عليهم فراه فعلا انت كتقدر تحدد الزبون المثالي ديالك اللي يقدر فعلا يعاونك انك تصيب خدمه اللي مناسبه ليه هو، واللي يقدر يقراها يفهمها، واللي يقدر يشوفها ويتعامل معاك، وتقدر فعلا انك تجاوب له على البينز اللي عنده فعلا، وانك يولي زبون ديالك. المرحله اللي غادي نتكلموا عليها دابا النجاح كيعني التخصص، وهذه المساله مهمه بزاف وغنبغي فريمون انني نورك فيها، غيبغي نضغط عليها حيت الاغلبيه ديال المبتدئين فاش كيجي يبداو بالنسبه ليه نقدر انني نتعامل مع اي شخص، بالنسبه ليه هو انني خصني نتخدم مع بزاف ديال الناس باش انني نقدر نجيب اكثر ديال المداخيل، ولكن راك فعلا كتحط راسك في واحد المأزق اللي النتيجه ديالو الافلاس. وهنا غادي نبغي نقول لك باللي تدير جميع التخصصات كمبتدئ يعني الافلاس تماما. كيعني الافلاس انك دير 700 الف تخصص او 500 تخصص او 10 تخصصات او غير 3 ديال التخصصات، انت كتدي بنفسك الى الهاويه بمعنى الافلاس، وهادشي ما غاديش يقدر يعاونك انت كمبتدئ. انا الاغلبيه غيسولني علاش، والسبب هو انك ما قدرتيش ولا ما تقوليش بغيتي تعاون واحد البيزنس وانت ما عاونتيش راسك باش تلقى التخصص ديالك او الحاجه فين انك تقدر تعاون المعظم ديال الناس. الهدف هو ماشي انك دير واحد الحاجه اللي الامباكت ديالها قليل وتعاون بزاف ديال الناس، مي الهدف هو انك دير واحد الحاجه اللي الامباكت ديالها كتير ولكن تعاون بها شويه ديال الناس. نعطيك على سبيل المثال، وهنا الا كنت نقول لك انك خاصك تجري 100 متر، واش من الاحسن انك تجري 100 متر في اتجاه واحد او انك تجريها في اتجاهات مختلفه؟ يعني انك تجري 10 متر هنا، 20 متر هنا، 30 متر هنا. شكون اللي غيقدر انه يوصل لك لواحد الهدف، لواحد لا ديستيناسيون؟ دونك الجري لواحد الهدف، واحد ديستنيشن وحده من غير تخصص كتكون بلا هدف وما كتقدرش توجه الجهود ديالك في اتجاه واضح. وهنا مثال اخر ديال 100 متر، الا كنا قلنا ليك انك غتجري 100 متر لواحد الهدف ما هز معاك حتى شي ثقل، فانت غادي تجري نحو داك الهدف واحد المده اللي هي قصيره، مثلا نقولوا 100 ثانيه. الا قلت لك انك تجري لذاك الهدف وهز معك 20 كيلوغرام، فمن طبيعه الحال ما غاديش تجري ليه في 100 ثانيه، فغتجري ليه في مده اللي هي اكثر اللي هي مثلا 150 ثانيه. الا قلت لك هز 20 كيلو اخرى اكثر اللي هي 40 كيلو، فانت غادي تجري ليه في وقت اكثر اللي هو مثلا 200 او 250 ثانيه. فنفس الحاجه كدير لنفسك فاش انك كتعدد عليك التخصصات، الاثقال اللي كتولي حاملها معاك فهي كتولي كثيره، والوصول للهدف ديالك كيولي ياخذ وقت اكثر. انت الوحيد الان اللي قادر انك تتحكم في هذا الميتريك وخصك تاخذه بكل حكمه والان. وهنا غنبغي نسولك سؤال، شكون كيحقق مداخل اكثر، المتخصص ولا الطبيب العام؟ اي طبيب القلب، طبيب الاعين، طبيب الجلد. كل ما كان طبيب متخصص فهو كيكون عنده اقبال اكثر من الناس اللي عندهم الامراض، وكيكونوا كيعرفوا غير هو، وكيكون كيدخل مداخل اكثر. فهذا نفس المثال يمكن انك تطبقه على الوكاله ديالك. الوكاله ذو المداخل كثيره، فهي الوكاله اللي عندها تخصص واحد فقط. وباش نوضح لك المثال اكثر غادي نسولك اسئله متعدده. الا قلت لك قول لي احسن رياضي في العدو يعني الجري، شكون؟ عطيني شي سميه. تعطيني مثلا يوزن بولت. هنقول لك اعطيني اسم واحد في الملاكمه، غادي تقول لي مايك تايسون فور اكزامبل. غادي نقول لك قول لي اسم واحد في كره القدم، غتقول لي ميسي. غادي نقول لك قول لي اسم واحد في كره السله، غنقول لك مايكل جوردن. ولكن الا طرحت عليك سؤال اخر وقلت لك اذا قلت لك اعطيني واحد كيديرهم جميع، فمن طبيعه الحال ما غاديش تعطيني اسم. فهذا نفس الشيء كيطرى للوكاله ديالك فاش كتبغي دير بها بزاف ديال التخصصات. اللي خصك تفهم من هذا الشيء هو انه التركيز قوه، خصك تستافد منها، بحيث انك فاش كتركز في الايجنسي ديالك كتولي عندك قوه في التخصص ديالك. خصك تفهم بلي ان المتخصصين عندهم سلطه على المجال اللي هما متخصصين فيه، والخدمه اللي كيوفروا في ذاك المجال كتولي عندهم سلطه اللي كتعطيهم واحد العمق في الخبره اللي هو الناس كامله اللي في اي مجال كتبحث عليه. وهذا العمق في الخبره كيعطيك نفوذ اكثر في ذاك الميدان، بحيث ان الناس كامله كتبغي تستشارك على الحلول للمشاكل ديالها في ذاك المجال. كخلاصه
فراه واجب عليك انك دير تخصص واحد في الوكاله ديالك. الان غادي نهضروا على القيمه المضافه، هي الفلوس. هنا غنبغي نهضر معاك انت كوكاله، الهدف ديالك انك تجيب القيمه المضافه، والقيمه المضافه بالنسبه لصاحب مشروع راه هي فلوس. ما حد ان البيزنس اونر كيخرج مبلغ مادي من الجيب ديالو او من المشروع ديالو باش يعطيه لك انت كصاحب خدمه، فراه الهدف الوحيد ديالو انه يدخل الفلوس. والفلوس عندها مصطلحات مختلفه في البيزنس، ماشي هي فلوس كماده فعلا، ولكن عندها مصطلحات مختلفه نقدروا نتعرفوا على هذا. الفلوس عندها المصطلح الاول هو انه تقدر تساعد المشروع انه يوفر اكثر ديال الفلوس. يقدر انه يعطيك مبلغ مادي انك توفر ليه سيستم بحيث انه يبغي يعطيك انت فلوس باش انه مثلا يدخل اكثر ديال الفلوس، او انه يوفر اكثر ديال الفلوس ولا قل ديال الفلوس يخسرهم في المشروع ديالو باش انه يدخل اكثر. وهاد العمليه هذه كتقدر دير بزاف ديال الطرق. كذا على سبيل المثال ان صاحب المشروع كيخسر $1000 في الشهر باش انه يجيب 100 زبون، فانت تقدر تقول لنا مثلا نقدر نعاونك بانك تجيب 100 زبون بانك تخسر مثلا $700 أو $600 في الشهر على الاشهار. على سبيل المثال ما عندوش سيستم اللي كيقدر انه يدير به المحاسبات داخل المشروع ديالو. على سبيل المثال هاد السيد هذا كيدير سورسين لسام برودكتس بواحد الثمن اللي غالي، والى غيره من الامور اللي تقدر ديرها للبيزنس اللي تقدر توفر ليه الفلوس كمشروع. الحاجه الثانيه، الفلوس اللي بالنسبه للمشروع تقدر تعني انك تحسن ليه العمليات الداخليه، اي انك تخليه يخسر قل ديال الوقت في العمليات الداخليه ديالو. وبالنسبه للبيزنس الوقت كتعني الفلوس، كل ما شاط ليه اكثر ديال الوقت انه يقدر يدير عمليات اخرى اللي تخليه يركز مثلا في المبيعات او في الماركتينغ، او انك توفر ليه الفلوس انه يقدر يدير اوبريشنز اخرين اللي يقدروا يخليو ليه مثلا الانتاجيه ديالو تطلع. وبالنسبه ليا اخر حاجه بغيت نقولها باش انني نقدر نخليك انك تفكر شويه مور اوبن شنو هما الفلوس بالنسبه للمشروع، فهو انك تعاونو يحقق النتائج اللي كيحلم بها، وفي نفس الوقت انك توفر ليه الجهد. الا كنت تعاون واحد البيزنس اونر انه يحقق الحلم ديالو كمدخول، فعرف راسك ان الخدمه ديالك هي الخدمه المناسبه لذاك المشروع. ولكن ما تنساش ضروري انك توفر عليه الجهد اللي كنطبقوا فيه مثلا الوقت، وفي نفس الوقت الفلوس مثلا اللي كيقدر يسباندي او انه يانفيستي او انه يستثمر في ذاك المشروع. وهنايا بغيت نشرح واحد الجراف ديال أليكس هورموزي صراحه كيوضح ما مدى القيمه المضافه بالنسبه للفلوس اللي كيعطيك صاحب المشروع. الا كانت القيمه المضافه كتندمج في قل ديال الفلوس اللي كيخلصها معك صاحب المشروع، فاعرف بانه صاحب المشروع غيقوم بالاستثمار في الخدمه ديالك باسرع وتيره ممكنه. هنا باش نشرح لك الجراف خصك تفهم انه مع الصعود ديال هذا الجراف هذا فهو كيعني صعود الثمن، البرايس اللي هو هذا، ومع الصعود ديالو كتجينا هنايا نزول القيمه ديال الخدمه اللي كتعطي نتايا. حيتاش الخدمه اللي كل ما كان الفاليو ديالها طالع والثمن قل مقارنه مع المنافسين ديالك، فاعرف انت راك 100% في الثمن الصحيح. دونك نتايا مقارنه بنفسك بالقيمه اللي كتعطي الخدمه ديالك نتايا لصاحب المشروع، فعرف انه الثمن اللي كان مقارنه مع المنافسين كاين هنايا، فهنا راه من السهل جدا على صاحب المشروع انه يقول لك ما بغيتش انني نخدم معك حيت كاينين بزاف ديال الناس كيوفروا نفس الثمن بنفس القيمه المضافه اللي كتعطي نتايا. ولكن الا كان نفس الثمن ولكن القيمه المضافه فهي طالعه بزاف، فعرف ان صاحب المشروع كيصعب عليه انه يقول لا للخدمه ديالك، وكيولي من السهل عليه انه يقول الخدمه ديالك، وكيحس براسو غبي كما قال أليكس هورموزي انه يقول لا للخدمه ديالك. وباش انك تطلع من الفاليو ديال الخدمه ديالك وتخلي انه البرايس يكون طايح، فعليك انك تركز تعاون ان هذا المشروع يحقق النتائج اللي كيحلم بها ويوفر الجهد ويحسن العمليه الداخليه ديالو، ويفهم باللي انه باستعمال الخدمه ديالك نتايا فراه هو ضروري انه غيوفر الفلوس في المشروع ديالو ويوفر الجهد ويوفر الوقت ويوفر بزاف ديال الامور اللي ما يقدرش يلقاهم بلاصه اخرى. غيفهم باللي انه غيربح بزاف ديال لا فالور عندك مقارنه بانه يخدم مع مشاريع اخرى، كمثال بزاف ديال الكومبيتيتورز معاك في الماركت. المرحله اللي موراها غادي نقول لك ضروري ما انك تبسط عمليه البيع ديالك. الاغلبيه ديال الناس كيكونوا عندهم اوفرز واعرين، كيكون سيدي عنده احسن اوفر، احسن لاندين بيج، احسن ثمن، احسن فاليو يقدر يعطي لك البيزنس، ولكن حيتاش العمليه ديال البيع ديالو ماشي بسيطه حتى شي واحد ما كيتعامل معاه. وهنا باش تكون العمليه ديالك ديال البيع بسيطه احتراما للفورمولا اللي قلنا في الاول، فخصها تكون بحال هاد المثال. مثلا باش انك دير الاويرنس ديالك
فانت ضروري عليك انك تختار واحد السورس اوف اويرنس ديالك. على سبيل المثال مواقع التواصل الاجتماعي او النيوزليترز اللي كنتي غادي دير الايميلين، او انك تطلق الادز، يعني انك تقوم باعلانات على جوجل، فيسبوك، انستغرام، ميتا، whatever you want، اللي كيوجهوا الناس لواحد المكان وحيد اللي هو مثلا اللاندين بيج ديالك. هذا المكان هذا كيعطيهم الامكانيه ديال انهم مثلا يعمروا واحد الفورم او انهم يعمروا واحد الاستماره، بحيث انك تاخذ المعلومات ديالهم، وفي هذيك الاستماره اللي تيعمروا في نفس الوقت كيقدروا يبوكيو واحد الابوينتمنت. هذاك الابوينتمنت اللي كيقدروا يبوكيوه على سبيل المثال اللي هو وصلنا لهذه المرحله هذه، الابوينتمنت اللي كيبوكيو فهما كياخذوا واحد الموعد مناسب ليك نتايا وليهم هما، باش انكم تقدروا ديروا واحد اللقاء مثلا على منصه زوم. وهذا اللقاء هذا الهدف منه انك تتعرف على البيزنس ديالهم كما قلنا، وانك تشوف واش انك قادر تعاونوا في نفس الوقت كدوزوا انه تكلوز. هذا البروسيس هذا الا شفتوه على سبيل المثال دابا سو ايزي. على سبيل المثال هو انك كتحط فيديوهات على مثلا انستغرام اللي كتوري فيهم الخدمه ديالك، وانك كتوضح الخدمه ديالك باش تقدر تعاونهم، او انك كتعطي معلومات اللي كتقدر انها تفهم الناس ما هي الخدمه اللي كتقدم. فاش كيمشيو للويب سايت ديالك كيشوفوا اكثر توضيح على كيفاش كانك كتعاون الناس، مثلا تيستيمونيالز، عندك فيديو سيلز ليتر فور اكزامبل، اللي من تحته مثلا كاين فين انهم يقدروا يعملوا استماره وياخذوا ابوينتمنت معك. كياخذوا معك ابوينتمنت، من بعد كيديروا الشو ولا الكول، كتشرح لهم السيرفيس، يو كلوز ذم. هذا اتس سيمبل بروسيس ستيب باي ستيب اللي تقدر انت في نفس الوقت انك تعمل به او تطبقه في البيزنس ديالك، ويقدر يجيب لك فعلا عملاء اللي يقدروا يخلصوك ما بين 3000 حتى 5000 دولار. وهنا كنهايه غادي نكونوا سالينا فعلا الفيديو ديالنا. الحاجه الوحيده اللي غادي نقدر نطلب منك الان هو انك فعلا تمشي وتطبق كاع هادشي اللي وريتك دابا. غادي تمشي تاخذه على حرف وقلم، وفيه غادي تمشي تطبق كاع الامور اللي وضحت لك دابا. انا الحاجه الوحيده اللي غادي نقول لك دابا، الا قمتي بتطبيق هذا البروسيس هذا فانا كنضمن لك فعلا نتائج. تطبيق هذا البروسيس فراه فعلا قادر انك تجيب نتائج. هادشي اللي شرحت لك انا دابا هو فعلا اللي كندير انا، كيديروه حتى الناس اللي انا كنقريهم كل نهار مع الاساتذه اللي معانا في الجامعه واللي كنتبعوا معاهم باش انهم يقدروا يحققوا نتائج كبيره. نفس الحاجه ما عليك الان الا انك فعلا تبدا وتطبق هذا الشيء بالحرف، وان شاء الله يكونوا نتائج وكبيره. كنتسنى ان شاء الله انكم تصيفطوا لي النتائج اللي حققتوا. تقدروا تصيفطوهم عبر الانستغرام، نقدر انني فعلا نشاركوا مع ناس اخرين، حيت هذا الشيء خلصت عليه اموال كبيره. خلصت consulting.com، خلصت بزاف ديال الكورسز اللي فعلا الاثمنه ديالهم غاليه، باش انني نقدر نتعلم معلومات بحال هذه اللي الان انا كنبارطاجيها معك. دونك جو طبق and see you في الجهه الاخرى، فين انك تكون ضربتي فعلا 3000 حتى 5000 دولار.